مفيش على التايم لاين غير الموضوع ده. اصحى الاقي عريس كفر الدوار، انام عريس كفر الدوار، اصحى اقوم، اصحى انام، اقوم اصحى انام على عريس كفر الدوار وعروسه كفر الدوار. يا جماعه الموضوع ده فيه لغز. انا سمعت جميع الاطراف، صاحب الاستوديو، الميك اب ارتست، العريس، العروسه، ابو العريس، ابو العروسه، اهل العريس، اهل العروسه. واضح قوي يا جماعه ان في نيه مبيته او قصد. دلوقتي خليكم معايا، يعني ايه، حللوا الموضوع كده. صاحب الاستوديو بيقول يا جماعه انا بصور عادي، وهو عارف ان انا بصور، حتى هو قال لي يا عم سمسم او يا عم فوزي يصور، وهم عارفين ان انا بصور وبنزل على صفحتي ومفيش اي مشاكل. تمام، كلامك زي الفل. انت راجل دلوقتي بتصور، انا رايح الاستوديو عندك بقول لك انا اديلي صوره، وانت بتصورني بتقول لي ساعات ايه، تعالى كده حرك راسك كده شويه، طب اثبت، تدي كادر وتضرب الصوره، رمش عينيا يتحرك، تقول لي لا كده هنديها صوره تانية. انت الهدف ان انت عايز تطلع احلى صوره. تمام. دلوقتي الميك اب ارتست كذلك، العروسه بتجيلها بتظبط بشرتها، بتظبط شعرها، بتظبط مكياج والكلام بتاعهم ده. هي عايزه بتعمل كده ليه؟ عشان تطلع العروسه اجمل ما فيها. زائد كمان ان انت بتقول انا باخد اذن العريس والعروسه بالنسبه للصور ان انا انزلها او اعرضها في الاستوديو بتاعي. تخيل لو المشهد ده، لو خدت انت الصوره دي وعملتها برواز وحطيتها في الاستوديو بتاعك، رد فعل الناس اللي هتشوف الصورة دي ايه؟ انت اصلا من البداية مش هتاخدها ولا هتبروزها ولا هتعرضها عندك في الاستوديو، لانها صورة منفرة، صورة صادمة. انت مش هتختارها ولا هتبروزها ولا هتعرضها عندك في الاستوديو، لانها حاجة منفرة. الفيديو انت بيجيلك بتتفرج عليه الاول، لو في حاجة عايزة تتقص بتقصها. احنا في البداية قلنا انت راجل فاتح استوديو، ليك نظرة فنية وعندك يعني لمسة جمالية في الاشياء بالنسبة للشكل والجمال والكلام ده. بتختار اجمل شيء تعرضه، اجمل حاجة. ما تجيش في حاجة زي كده وفي توتر بين العريس والعروسة او خلاف شخصي ما بينهم، وتستغل الموضوع ده وتعرضه وانت عارف ان الفيديو ده هيعمل صدمة للمشاهدين، وبالتالي هيجيب مشاهدات وهيعلي ريتش الصفحة. انت عارف كده كويس، بس انت لو قصتها مش هيبقى في فيديو ولا ترند من اساسه. تمام. احنا قلنا من البداية، احنا قلنا في البداية انت راجل فنان، راجل صاحب استوديو، راجل عامل فاتح مكان للميك اب ارتست، وجايب واحده تشتغل فيه وبتشتغل في الجمال، بتشتغل في الشياكه، بتشتغل في الاناقه، بتشتغل في الرقي. المفروض انت بتختار ارقى حاجه واجمل حاجه وانضف حاجه تعرضها. يعني انا ينفع اجيلك اعمل لك كده واقول لك صور، انت بتيجي تقول لي انا لو سمحت انا هاخد الصوره دي تعرضها عندي في الاستوديو؟ اقول لك ماشي انا موافق. انت اصلا مش هتقول كده، مش هتعرض الصوره دي اصلا لانها مش عاجباك. تمام. الهدف من كلامي ان انت شفت الفيديو، شفت الشيء ده، شفت الحاجه دي، شفت المشهد ده. ما ينفعش تعرضه. ما ينفعش تعرض مشاكل اتنين في مقتبل حياتهم، بيقولوا يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين يفتحوا بيت ويتزوجوا ويعيشوا عيشة هنية وفيها سعادة والكلام ده. تيجي تلغوش ليه وتعمل بروباجندا جامدة ليه؟ عشان الريتش بتاعك يعلى، وطالع تقول يا جماعة أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا واخد إذنهم. أنت واخد إذني إن أنت تعرض صوري، كل صوري عامله كده. هتصورها اصلا من الاساس؟ مش هتصورها ولا هتعرضها ولا هتبروزها، لانها صوره مش طبيعيه، صوره غريبه. لازما انت بتختار اجمل شيء في الصوره او في الفيديو، اجمل حاجه.
ليه تستغل حاجة زي كده؟ والعريس طيب، والعروسة يعني بنت لسه ما كملتش 18 سنة، واهلهم ناس طيبين. ليه تعمل كده؟ ليه تستغل ان في خلاف او في ليه؟